بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي للتمريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أتكلم في الشرح حابب أوجه الشكر للطلبة اللي هم بعتولي في الكومنتات إن الشرح عجبهم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحاول نجتهد ونبسط الشرح، وإن شاء الله يكون الأيام الجاية الشرح أفضل من كده، وبإذن الله رب العالمين نحاول ندوس في المنهج بحيث إن احنا نعوض التقصير اللي موجود، أو اللي احنا طبعا في المدارس عندكم الدروس بدأت بقالها فترة، وأنا زي ما قلت أنا بادئ بقالي فترة صغيرة، فهنحاول إن شاء الله نعوض. عشان خاطر الوقت، احنا المرة اللي فاتت آخر درس شرحناه في النظري كنا شرحنا تايبس اوف ستاندرز، هتلاقي العنوان بتاع الفيديو تايبس اوف ستاندرز اوف نيرسينج. شرحنا فيها أول حاجة أول نوع وهو الستاندرز اوف براكتس. لو هنرجع كده ونفتكر ستاندرز اوف براكتس، طبعا قلنا ستاندرز اوف براكتس دي بتشرح الخمس خطوات بتاع النيرسينج بروسيس. ستاندرز اوف براكتس بنشرح فيها الخطوات الخمسة أو الستة زي ما موجود هنا في الكتاب عندكم، النيرسينج بروسيس ستيبس اللي هي خطوات العملية التمريضية. على فكرة في مصادر أو في كتب بتجيبهم على 5 خطوات بس، ولكن هنا عندكم طبعا 6 خطوات اللي هي الاسسمنت والدايجنوزيس والاوتكم ايدنتيفيكيشن والبلاننج والامبلمنتيشن واخر حاجة الايفالويشن. طبعا شرحناهم المرة اللي فاتت وبينا كل خطوة وشرحناها بالتفصيل وعطينا الأمثلة على كل خطوة. وبعد كده شرحنا الستاندرز اوف بروفيشنال بيرفورمانس، ودي بينا فيها المعايير بتاع الأداء المهني. يعني وأنا بأدي مهنة التمريض بمشي على معايير معينة زي ما وضحتها الأمريكان نيرسز أسوشيشن اللي هي اختصارا ENA أو جمعية الممرضين الأمريكية. فطبعا قلنا المعايير اللي هي عبارة عن 10 معايير، طبعا الإيثكس والإديوكيشن والإيفيدنس بيزد براكتس أند ريسيرش والكواليتي أوف براكتس والكوميونيكيشن والليدرشيب والكولابوريشن والبروفيشنال براكتس إيفالويشن. ورقم 9 الريسورسز، وآخر حاجة عندنا environmental health أو زي ما قلنا كده إن هي الأفضل إن احنا نقول عليها healthy environment يعني البيئة الصحية. طبعا شرحناهم المرة اللي فاتت برضو بالتفصيل، ويعني شرحنا كل حاجة معناها ايه، ويعني ان شاء الله لو انت ذاكرت الستاندرز اوف بروفيشنال بيرفورمانس كويس هتقدر ان انت تفهم الدرس بتاعنا بصورة كافية. الدرس بتاعنا طبعا النهاردة هيبقى بعنوان The Role of the Nurse and Its Function، يعني دور الممرض ووظيفته. هنلاقي ان في حاجات متشابهة مع اخر حاجة شرحناها المرة اللي فاتت زي ما قلنا كده، وهي Standards of Professional Performance اللي هي معايير الاداء المهني. هنا طبعا بيقول لك بالنسبة للرول بتاع النيرس والفانكشن بتاعته والوظيفة، فأنا بيقول الفانكشن الأساسية وهي Provide Care and Comfort. يبقى هنا عندنا الوظيفة الأساسية أو التايتل الكبير أو العنوان الكبير وهي Provide Care and Comfort for Patient. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني تقديم الرعاية أو توفير الرعاية والراحة for Patient للمرضى. يبقى هنا ده دور التمريض إن هو يقدم الكير اللي هو الرعاية، طبعا الرعاية الصحية والرعاية النفسية، والكومفورت اللي هي الراحة، يعني إن احنا نخلي المريض يشعر بالراحة سواء جسديا بتوفير الرعاية الصحية والراحة النفسية عن طريق برضو تقديم الرعاية الصحية ومعاملته نفسيا بشكل مريح for patient لكل المرضى طبعا بدون استثناء in all health care settings. زي ما قلنا كلمة health care setting قلناها المرة اللي فاتت اللي هي أماكن الرعاية الصحية. يعني أماكن الرعاية الصحية يعني في المستشفيات، في المراكز الطبية، في العيادات، في كل مكان مفترض أن يقدم فيه هيلث كير يعني رعاية صحية. فدور الممرض أن هو يقدم الكير والكومفورت يعني الرعاية والراحة للمرضى. and concern for meeting their patient need، يعني أن هو يكون عنده اهتمام
يعني الممرض أو الممرضة يكون عندها اهتمام for meeting their patient need، يعني تلبية احتياجات مرضاهم. يعني الممرض لابد إن هو يفهم الاحتياجات بتاع المرضى، يقدر يوفر الاحتياج بتاع المرضى. طب هنشوف الرولز دي بقى بالتفصيل. هنا جايب لنا الرولز اللي هي مفترض إن هي على كل ممرض إن هو يلتزم بيها، أو دور كل ممرض. هنا جايب لنا طبعا الرولز أنا جمعتها لك في كلمة كارت 2CLD. هنا دي يعني كلمة كارت 2CLD عبارة عن 8 رولز، يعني 8 أدوار للتمريض بيقدر إن هم يأدوها للمرضى، أو إن هي تكون من أدوارهم في مهنة التمريض. أول حاجة عندنا بقى في الرولز في أدوار الممرضين، وهي Direct Care Provider and Care Giver. يعني إيه Direct Care Provider؟ يعني هنا مقدم الرعاية بشكل مباشر. يعني كلمة Direct Care Provider يعني إن هو يوفر الرعاية بشكل مباشر، كلمة Direct طبعا بشكل مباشر. وكير جايفر معناها برضك مقدم الرعاية أو إن هو بيدي الرعاية. هنا معنى بقى دايركت كير بروفايدر أو كير جايفر، هنا جايب لنا إن معنى الكلام ده إن the nurse integrate the roles of، هنا بيقول لك إن المفروض إن الممرض، كلمة integrate هنا بمعنى كلمة use، يعني إن هو يستخدم the roles of، يعني أدوار إيه بقى؟ هنا عندنا بقى جايب لنا كل الأدوار اللي احنا هتيجي بعد كده، اللي هي كوميونيكيتور، يبقى عنده قدرة على القيام بعملية التواصل، كلمة كوميونيكيتور. وتيتشر اللي هي معناها معلم، وكونسولر يعني ان هو يقدم استشارة، وليدر يعني ان هو يقوم بعملية القيادة، وريسيرشر يعني ان هو باحث، وادفوكيت ان هو مدافع عن حقوق المرضى، كولابوريتور ان هو يتعاون. فهنا عندنا يعني جايب كل الأدوار اللي هي تيجي بعد كده، جايبهم هنا في مقدم الرعاية بشكل مباشر. يبقى هنا من دور الممرض كمقدم رعاية إن هو يقوم بهذه الأدوار، اللي هي الكوميونيكيتور والتيتشر والكونسولر والليدر والريسيرشر والأدفوكيت والكولابوريتور. ليه بقى إن هو يقوم بهذه الأدوار؟ جايب لنا هنا بقى السبب، وده يعني مظلل لك عليه عشان تبقى أكتر حاجة إن واخد بالك منها في الجملة دي كلها أو في القطعة دي كلها، وهي to meet physical, emotional, intellectual, socio-cultural and spiritual needs for all patients. يعني إيه بقى الكلام ده؟ to meet يعني إن هو يقدر يلبي، وهنا جايب لنا بقى اللي هي النيدز اللي هي الاحتياجات بتاع المرضى. ممكن الاحتياجات دي تكون physical يعني احتياجات جسدية، أو emotional يعني احتياجات عاطفية، أو intellectual يعني فكرية، وهنا socio-cultural يعني ثقافية اجتماعية، وspiritual اللي هي احتياجات روحية. طبعا عشان خاطر إن هو الممرض يلبي كل هذه الاحتياجات، فبيقوم بكل هذه الأدوار اللي احنا قلنا عليها واللي هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. يبقى هنا معنى كلمة direct care provider مقدم الرعاية بشكل مباشر، فهي بتتطلب من التمريض إن هو يقدر يستخدم أو إن هو يقوم بأدوار اللي هي الكوميونيكيتور والتيتشر إلى آخره اللي احنا هنشرحهم دلوقتي. ليه بقى؟ إيه السبب؟ عشان يقدر يلبي الاحتياجات الجسدية والإيموشنال وكل الاحتياجات اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي. تاني حاجة بقى في الرولز في الأدوار بتاع التمريض أو الممرض، وهي كوميونيكيتور. طبعا كوميونيكيتور يبقى قادر ان هو يقوم بعملية التواصل، كوميونيكيتور ان هو يقوم بعملية التواصل مع الآخرين. هنا جايب التعريف بتاع كوميونيكيتور: the use of effective interpersonal and therapeutic communication skills، اللي هو استخدام مهارات الاتصال بشكل فعال. وهي طبعا مهارات الاتصال هنا جايب لنا interpersonal يعني مهارات اتصال شخصية، يعني على المستوى الشخصي يقدر ان هو يتواصل مع المرضى او مع عائلة المرضى او مع زملاء العمل. والثيرابيوتيك كوميونيكيشن سكيلز، الثيرابيوتيك كوميونيكيشن سكيلز دي اللي هي مهارات الاتصال العلاجية. طبعا دي مهارات الاتصال العلاجية بتبقى مطلوبة في مواقف معينة،
يعني لو هنا المريض عنده مشكلة معينة، مشكلة نفسية معينة، بنستخدم اللي هي Therapeutic Communication Skills اللي هي مهارات الاتصال العلاجية. هنلاقي إن بعض المرضى عندهم بعض المشاكل، زي مثلا إن هو عاوز يعتمد عليك في كل حاجة، يعني عاوز إن هو مثلا يشرب بالرغم إن هو ممكن يكون ما عندوش مشكلة جسدية، وإن يقدر إن هو يعني يجيب لنفسه المية ويشرب، ولكن بتلاقيه إن هو عاوز يعتمد عليك ويناديك. فطبعا أنت بتحاول بعد كده تستخدم Therapeutic Communication Skills إن أنت تقدر إن أنت يعني تخلي المريض يعتمد على نفسه بشكل أكتر. تلاقي بعض المرضى مثلا عاوز إن هو يعتدي عليك لفظيا، فأنت بتستخدم Therapeutic Communication Skills اللي هي مهارات الاتصال العلاجية، بإن أنت تتواصل معاه بشكل إن هو يعني تخليه إن هو لا يعتدي عليك لفظيا أو جسديا. هتلاقي Therapeutic Communication Skills بنستخدمها أكتر في مستشفيات الصحة النفسية، اللي هم الناس اللي هم مرضى نفسيين، فاللي بيشتغل في مستشفيات الصحة النفسية بيستخدم Therapeutic Communication Skills. لكن طبعا Interpersonal Communication Skills دي طبعا اللي هي مهارات الاتصال الشخصية، دي ازاي ان انت تتواصل بشكل شخصي مع المرضى والعائلة وزملاء العمل. طب ليه هنا بنستخدم بقى مهارات الاتصال سواء العلاجية أو الشخصية؟ هنا عندنا بقى السبب to establish and maintain helping relationship with patient، يعني إن إحنا نبدأ أو نحافظ على حاجة اسمها helping relationship. يعني إيه helping relationship؟ كلمة helping relationship معناها علاقات مساعدة. يعني إيه علاقات مساعدة مع المرضى؟ يعني أنت كممرض بتساعد المريض، وفي نفس الوقت المريض بيساعدك. انت بتساعد المريض، بتقدم له الرعاية، وممكن ان انت لو هو احتاج معلومات في حدود يعني المسموح بتديها له، وفي نفس الوقت المريض يساعدك عن طريق ان هو بيتعاون معاك ان هو ياخد علاجه، وفي نفس الوقت لو انت طلبت منه معلومات عن حالته فبيديها لك. فدي اسمها العلاقات المساعدة اللي هي الهيلبنج ريليشنشيب. طبعا احنا بنتعامل مع كل المرضى من كل الأعمار أو من جميع الأعمار. كلمة بقى in a wide variety of healthcare setting، يعني في مجموعة واسعة من أماكن الرعاية الصحية. يبقى على السريع كوميونيكيتور هنا القائم بعملية التواصل، إن احنا نستخدم الانتربيرسونال والثيرابيوتيك كوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارات الاتصال العلاجية والشخصية زي ما شرحناهم، لإنشاء علاقات مساعدة. زي ما قلنا الممرض بيساعد المريض والعكس، وطبعا يحافظ على هذه العلاقات مع المرضى من جميع الأعمار في جميع أماكن الرعاية الصحية. أنت بتفهم طبعا، بتحفظ كلمة كوميونيكيتور، وبتفهم الكلام اللي هو موجود، وبتحفظ مثلا كلمة interpersonal والثيرابيوتيك كوميونيكيشن سكيلز، وبتحفظ مثلا كلمة helping relationship with patient. يعني لو حفظت كلمتين جنب كلمة كوميونيكيتور هتقدر ان انت تفتكر الكلام ده كله ان شاء الله في الامتحان. طيب تالت حاجة بقى بعد كده وهي التيتشر والإديوكيتور. من أدوار الممرض ان هو يبقى تيتشر وإديوكيتور، ان هو يبقى معلم. هنا في دور التيتشر والإديوكيتور the use of communication skills، يعني هنا الممرض عليه ان هو يستخدم الكوميونيكيشن سكيلز مهارات الاتصال. طب ليه هيستخدم مهارات الاتصال في دور التيتشر والإديوكيتور؟ لأن طبعا أنت لما تيجي تعلم أو إن أنت تدي نصيحة لغيرك لابد إن يكون عندك communication skills، عندك مهارات اتصال، وبالتالي تقدر إن أنت تقوم بعملية التعليم بشكل فعال. هنا ليه بقى بعد كده بنستخدم communication skills وعملية التعليم to assess and implement and evaluate individualized teaching plan. يعني ان احنا هنا بقى اسس، زي ما قلنا كلمة اسس يعني نعمل فحص او نقيم، وامبلمنت هنا معناها ننفذ، وايفالويت يعني نقيم او نتابع. individualized teaching plan طبعا خطط تدريس فردية. يعني خطط تدريس فردية زي ما قلنا قبل كده ان انت كل مريض بنعمل له حاجة خاصة بيه او حاجة حسب حالته او حسب شخصيته. فأنت هنا لما بتيجي تدي نصيحة لمريض
ما ينفعش ان انت تطبق نفس النصيحة او تقدر او ان انت تدي نفس المعلومة لمريض اخر. فانت عشان كده كل مريض بتعمل له تيتشنج بلان، يعني بتعمل له خطة تدريسية او خطة يعني تعليمية خاصة بيه. ليه بقى هنعمل بقى الخطط التدريسية او الخطط التعليمية دي؟ to meet learning needs of patient and their families، يعني عشان نقدر ان احنا نلبي احتياجات المرضى وعائلاتهم او اسرهم. طبعا في كل مرضى بيبقى ليهم احتياجات معينة. في مريض مثلا بيبقى محتاج ان انت تديله نصايح على التغذية وازاي ان هو يحصل على تغذية سليمة. في مريض بتديله teaching plan، بتديله خطة تدريسية او خطة تعليمية على ازاي يغير على الجرح بطريقة كويسة تمنع الانفكشن او تمنع العدوى، لان المريض ده ممكن بيبقى معندهوش يعني رغبة ان حد يغير له على الجرح لانه بيحتاج لبعض الخصوصية. فكل مريض بيبقى محتاج لتدريس معين او معلومات معينة. فهنا عندنا يبقى عندنا communication skills عشان نقدر ان احنا نقدم teaching plan، خطة تدريسية لكل مريض وأسرهم وعائلتهم. الدور الرابع وهو كونسلور. كونسلور هنا إن يبقى من دور الممرض إن هو يعطي الاستشارة. الكونسلور هنا يعني ناصح أو يعطي الاستشارة، يعني بيعطي نصيحة أو يعطي استشارة. وهنا بقى بيقول لك the use of therapeutic interpersonal communication skills. هنرجع تاني برضك نقول إن هنا بنستخدم الثيرابيوتيك زي ما قلنا مهارات الاتصال العلاجية، والانتربيرسونال اللي هي مهارات الاتصال الشخصية. ليه بقى هنا بنستخدم الثيرابيوتيك والانتربيرسونال كوميونيكيشن سكيلز؟ لأن هنا برضك أنت لما تيجي تدي نصيحة أو تدي استشارة للمريض لابد يكون عندك مهارات الاتصال سواء الشخصية أو الثيرابيوتيك زي ما قلنا اللي هي بنستخدمها في مواقف معينة عشان نقدر إن احنا ندي information معلومة وميك appropriate refill إن احنا نعمل حالات المناسبة، يعني إن هو يقوم مثلا بحالة المريض لمكان مثلا موجود فيه الأشعة. ممكن يكون هنا عندنا المكان اللي هو شغال فيه الممرض مفهوش أشعة، فيقدر إن هو يوديه مكان يكون فيه أشعة أو فيه نوع من الأشعة مش موجود في المكان. أو طبعا لو في أخصائي زي مثلا بعض التخصصات اللي هي النادرة زي أخصائي المخ والأعصاب، في بعض التخصصات بتبقى غير موجودة في المكان شغال فيه الممرض، فممكن يقوم بإعداد بقى الإحالات المناسبة. بعد كده facilitate the patient problem solving، يعني إن هو يقوم بتسهيل مهارات حل المشكلات لدى المريض. هنا عندنا يعني المريض ممكن يبقى عنده مشكلة معينة وإن هو عاوز يحلها، فبرضك من أدوار الممرض ككونسلور إن هو بيدي استشارة إن هو يساعد المريض يحل مشكلته أو إن هو يطور مهارات حل المشكلات. وهنا بعد كده decision making skills اللي هي مهارات اتخاذ القرار، عن طريق لو أنت لقيت مريض عاوز ياخد قرار معين فأنت بتحاول بقى إن أنت تعلمه إزاي ياخد القرار بناء على أساس علمي نتيجة طبعا دراستك. أنت بعد كده تدرس decision making skills اللي هي مهارات اتخاذ القرار، والبروبلم سولفينج سكيلز اللي هي مهارات حل المشكلات. فهنا دي من أدوار الممرض إن هو يدي استشارة للمريض عن طريق إن هو يوفر المعلومات ويقوم بالابروبريت ريفيل اللي هي الإحالات المناسبة، ويسهل البروبلم سولفينج سكيلز اللي هي مهارات حل المشكلات، والديسيجن ميكنج سكيلز اللي هي مهارات اتخاذ القرار. بعد كده بقى رقم 5 وهي الليدر. هنا من أدوار الممرض برضو وهو إن هو يكون ليدر يعني قائد، زي ما قلنا في ستاندرد اوف بروفيشنال بيرفورمانس وهي الليدرشيب اللي هي القيادة. فهنا نفس القصة برضو يكون من أدوار الممرض وهو إن هو يكون ليدر يعني يكون قائد. هنا جاء بقى في الليدر the assertive self-confident practice of nursing when providing care affecting change and functioning with group.
يعني هنا لما بيجي الممرض يمارس مهنة التمريض فيكون حازم وعنده ثقة بالنفس، يكون عنده حزم وثقة بالنفس وهو بيقدم الرعاية، وإن هو يبقى عنده القدرة على إحداث التغيير والعمل مع المجموعات. يعني دي طبعا من صفات القائد، إن هو يكون عنده حزم وثقة بالنفس، ويكون عنده القدرة في إن هو طبعا يغير في الناس اللي حواليه ويكون ليه تأثير في الناس اللي حواليه، ويكون عنده القدرة إن هو يعمل بشكل فعال مع المجموعات. فدي هي العناصر بتاع الليدر بتاع القائد. بعد كده رقم 6 وهي ريسيرشر، يعني يكون باحث. هنا جايب في الريسيرشر في الباحث the participation in or conduct of research to increase knowledge in nursing and improve patient care. هنا بقى كدور الممرض ان هو يكون ريسيرشر، يكون باحث، ان هو يشارك، كلمة participation المشاركة، in or conduct of research يشارك في إجراء البحوث. ليه بقى يشارك في إجراء البحوث؟ to increase knowledge in nursing، عشان يزود المعرفة في مجال التمريض، يعني يقدر إن هو يضيف شيء جديد في مجال التمريض، فبالتالي بيقوم بعمل الأبحاث. طب إيه تاني؟ and improve patient care، وإن هو يساعد في تحسين رعاية المرضى، يعني إن هو يضيف في مجال تحسين رعاية المرضى عن طريق إن هو يقوم بأبحاث جديدة. رقم 7 وهي advocator. advocator يعني مدافع أو محامي، ممكن نقول برضو advocate، يعني بدل advocator نقول advocate، وهنا برضو advocator صح اللي هي مدافع أو محامي. زي ما برضو خدنا برضو في الستاندرد أو بروفيشنال performance اللي هي advocate. هنا معنى كلمة advocator the protection of human or legal right and the securing of care for all patients، يعني ان هو الممرض يقوم بالبروتكشن، بالحماية، ليه بقى؟ للهيومن اور ليجال رايت، لحقوق الانسان اللي هي الهيومن رايت حقوق الانسان، اور ليجال رايت اللي هي طبعا الحقوق القانونية. وايه كمان بقى غير حقوق الانسان والحقوق القانونية؟ and the securing of care، ان هو يأمن الرعاية، يعني ان هو يقدم الرعاية بشكل آمن for all patient لكل المرضى. بناء على ايه بقى هنا؟ based on، يعني بناء على the beliefs اللي هي كلمة beliefs هنا المعتقدات او الاعتقاد that patient have the right to make informed decision about their own health and life، يعني بناء على الاعتقاد بأن المرضى عندهم الرايت، عندهم الحق في إن هم يعملوا informed decision، يعملوا قراراتهم المستنيرة. يعني إيه قراراتهم المستنيرة؟ كلمة informed decision هنا يعني إن هو يكون القرار ده عن علم ودراية، يعني أنت تديله كل المعلومات بحيث إن هو ياخد قرار وهو واثق إن القرار ده هيبقى قرار صح ويكون على بناء على معلومات وعلى دراية. about their own health and lives، يعني بشأن صحتهم اللي هي health and lives وحياتهم. يبقى هنا انت كده بتوفر له يعني الحقوق القانونية وحقوق الإنسان، وتوفر الرعاية اللازمة بناء على إن كل المرضى لهم الحق إن هم ياخدوا قرار على علم ودراية بشأن صحتهم وحياتهم. بعد كده آخر حاجة وهي الكولابوريتور اللي هو متعاون. يعني ايه كولابوريتور؟ إن هو يكون عنده يعني قدرة على التعاون مع الآخرين. كولابوريتور متعاون. هنا جايب بقى في الكولابوريتور the effective use of skills in organization, communication and advocacy، يعني يبقى عنده قدرة على effective use، على الاستخدام الفعال للسكيلز، للمهارات. مهارات ايه بقى؟ مهارات الاورجانيزيشن اللي هي التنظيم، ان هو عنده قدرة على ان هو يقوم بتنظيم، سواء تنظيم شغله او تنظيم الناس اللي حواليه لو هو شغال مشرف. وبيتا كمان والكوميونيكيشن اللي هو القدرة على ان هو يكون عنده مهارات الاتصال فيقدر يتعاون مع الاخرين. والادفوكاسي وهو الدفاع، ان هو يدافع عن حقوق المرضى زي ما قلنا هنا في الادفوكيتور، يدافع عن حقوقهم.
to facilitate the function of all members of healthcare team as they provide patient care. عشان يقدر يسهل مهمة جميع أعضاء فريق الرعاية الصحية لما بييجوا يقدموا الرعاية للمرضى. يبقى هنا الهدف من الكولابوريشن اللي هو التعاون، وهو استخدام المهارات، استخدام الفعال للمهارات في التنظيم والتواصل والدفاع، إن عشان نقدر نسهل مهمة جميع أعضاء فريق الرعاية الصحية عشان يقدموا رعاية كويسة للمريض. دي طبعا كل الرولز بتاع التمريض أو بتاع النيرس بتاع الممرض، زي ما قلنا إن هم عبارة عن 8 وهنلاقيهم مجموعين في كلمة كارت OCLD. يعني أنت تحفظ الكلمة دي هتلاقي إن كل حرف من هذه الكلمة بيمثل يعني رول من الرولز بتاع النيرس بتاع الممرض. بعد كده بقى هنخش في نقطة تانية وهي أماكن تقديم الرعاية الصحية للمرضى. هنا بيقول لك the nurse carries out these roles in many different settings. يعني هنا الممرض بينفذ اللي هي الرولز اللي احنا لسه شارحينها اللي هي الأدوار بتاعته أو الوظائف بتاعته in many different settings، يعني في أماكن كتيرة مختلفة، يعني مش المستشفيات بس لكن في أماكن كتيرة. هنا جايب لنا بقى أماكن تقديم الرعاية الصحية. عندنا أول حاجة الهوسبيتالز اللي هي المستشفيات، دي طبعا بيقدم فيها الرعاية الصحية. عندنا الأمبيولاتوري سيرجري سنترز، طبعا دي مراكز الجراحة المتنقلة. مراكز الجراحة المتنقلة والمقصود بها مراكز اليوم الواحد، ودي طبعا المريض بيخش مراكز جراحة اليوم الواحد، بيعمل عملية وبيخرج في نفس اليوم، ما بيحتاجش ان هو يبيت في المستشفى. بعد كده الامرجنسي هليكوبتر سيرفيسز اللي هي خدمات طائرات الهليكوبتر في حالات الطوارئ، دي طبعا منتشرة جدا في الأماكن في الدول المتقدمة زي أمريكا وأوروبا. بنلاقي إن في طائرات الهليكوبتر بيبقى ليها مراكز معينة أو أماكن معينة، وطبعا في الحوادث الكبيرة بطائرات الهليكوبتر بتنقل المصابين للمستشفيات. بعد كده عندنا بقى الكلينكس اللي هي العيادات، وهنا الهومز اللي هي المنازل، يعني الممرض إن هو بيقوم تقديم الرعاية الصحية في الهومز اللي هي المنازل. والإدوكيشنال بروجرامز اللي هي البرامج التعليمية زي المدارس والمعاهد والكليات. والبابليك هيلث أوفيس اللي هي مكاتب الصحة العامة اللي هي بتقدم فيها طبعا التطعيمات. وعندنا هنا الدكتورز أوفيس اللي هي مكاتب الأطباء. والاندستري اللي هي المصانع، يعني المصانع في بعض الممرضين بيشتغلوا في المصانع، بيبقى ليهم زي وحدة موجودة في المصنع في حالة لو تم إصابة العمال ولا كده، فبيقوموا بتقديم الرعاية الصحية في المصانع. عندنا هنا اللونج تيرم كير فاسيليتي اللي هي مرافق الرعاية طويلة الأمد، زي مراكز طبعا التأهيل، لو حد عنده إعاقة فبيعمل تأهيل، وممكن التأهيل ده بياخد فترة طويلة، فدي بنسميها مرافق الرعاية طويلة الأمد. عندنا هنا الموبايل هيلث كير يونت اللي هي وحدات الرعاية الصحية المتنقلة زي القوافل الطبية. يمكن في هنا صورة، دي الموبايل ميديكال يونت، دي اللي هي عبارة عن زي عربية الإسعاف بس عربية كبيرة كده، ودي طبعا بيبقى فيها يعني بعض الأجهزة زي أجهزة قياس الضغط والحرارة وقياس السكر، ودي بتتنقل من بلد لأخرى عشان خاطر يقدموا الرعاية الصحية. يبقى هنا عندنا دي الموبايل هيلث كير يونت اللي هي وحدات الرعاية الصحية المتنقلة زي القوافل الطبية اللي بتنزل للقرى والبلاد الصغيرة. والسكولز طبعا اللي هي المدارس، بيبقى في وحدات صحية صغيرة في المدارس وبيشتغل فيها الممرض. والأوفيسز اللي هي المكاتب، زي في بعض المكاتب التجارية الكبيرة أو في بعض الحاجات اللي هي بيبقى بعض الشركات الكبيرة بيبقى فيها برضك وحدات رعاية صحية. وعندنا هنا الهوسبس، كلمة هوسبس هنا معناها دار رعاية المسنين أو دار رعاية كبار السن. طبعا دور رعاية المسنين بتحتاج لرعاية التمريض. وهنا عندنا المنتال هيلث فاسيليتي اللي هي المرافق أو مراكز ومستشفيات الصحة العقلية، هي مستشفيات الصحة العقلية ومستشفيات الصحة النفسية.
وهنا عندنا الستيت هيلث بروجرام اللي هي برامج الولاية الصحية، دي طبعا عشان خاطر تبع أمريكا فبيقولوا كلمة ستيت، فدي برامج الولاية الصحية. عندنا السكيلد كير فاسيلتي اللي هي مرافق الرعاية المهارية، دي بعض المرضى بيحتاجوا لمهارات معينة فبنسميها السكيلد كير فاسيلتي، دي بيشتغل فيها برضو ممرضين بيبقى عندهم مهارات معينة يقدر إن هم يشتغلوا في الأماكن دي. بعد كده تشيرشز اللي هي طبعا الكنائس، وهنا البريسونز اللي هي السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل، بيبقى طبعا برضو فيها مستشفيات أو فيها وحدات تقديم الرعاية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر لحد النهاردة. إن شاء الله المرة الجاية هنقدر نشرح الإيثكس في أقرب وقت، وبعد كده هنخش في البيشنت سيفتي عشان نخلص الباب الأول بإذن الله رب العالمين. هنحاول إن احنا نخلصه خلال الأسبوع ده وناخد امتحان على أول الأسبوع الجاي، ونشوف وشكم على خير. ما تنساش الاشتراك في القناة، وإن شاء الله لو في أي مشكلة تكتب لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.